أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربك كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحانك سبيلك جد سبحانك قولك حكم سبحانك قضاؤك عتم سبحانك قضاؤك حتم سبحانك إرادتك عزم سبحانك لا راد لمشيئتك سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك سبحانك باهر الآيات سبحانك فاطر السماوات سبحانك بارئ النسمات سبحان الذي رفع السماء بلا عمد سبحان الذي بسط الأرض بلا وتد سبحانك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق
أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا من المسلمين إلا هديته، ولا ضالا من المسلمين إلا هديته. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم أرهم وأرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وأرهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم يا رب العالمين قر أعيننا بصلاح أبنائنا، قر أعيننا بصلاح أبنائنا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور. اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف. اللهم يسر أمورهن، اللهم يسر أمورهن، اللهم يسر أمورهن وحقق آمالهن يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم تول أمرهم، اللهم مدهم بجند من جندك. اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت المستعان ومنك الفرج وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحاقدين المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بينهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يمم كتابنا ويسر حسابنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. عليها نحيا ونموت اللهم اختم لنا بخير إلهنا وموئلنا وحرزنا إلهنا. نسألك يا الله أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ما قدرته في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير ورحمة وغفران وعتق من النار فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من حر النار. يا رب يا من ليس معه إله يدعى ويا من ليس فوقه إله يخشى. نسألك العتق من النار والفوز بالجنان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه